اكيد سمعت الجمله الشهيره لو ما اخدتش بروتين خلال النص ساعه بعد التمرين كانك ما اتمرنتش، بل بالعكس هتهدم عضل مش هتبني. اللي هقوله لك النهارده هيشرح لك الاسطوره دي اتبنت على اي اساس وايه الصح وايه اللي المفروض نعمله، وهنعتمد على الدراسات والابحاث الموثوقه مش مجرد كلام بتسمعه وخلاص. سنين طويلة المدربين واللاعبين كانوا بيقولوا لازم تاخد بروتين خلال نص ساعة بعد التمرين وإلا هتخسر عضل. السبب كان مبني على إن التمرين بيكسر بروتين العضل، في نفس الوقت بيخلي العضلة حساسة أكتر للبروتين عشان تبدأ عملية البناء. بناء على ده طلعت أسطورة أنابوليك ويندو، إن في نافذة صغيرة لازم تدخل فيها بروتين في أسرع مدة بعد التمرين، إلا مش هتحقق الاستفادة الكاملة. فهل الكلام ده حقيقي؟ أول دراسة كسرت الأسطورة دي كانت للباحث شوينفيلد، جورنال اوف ذا انترناشونال سوسايتي اوف سبورتس نيوتريشن في 2013. عملوا تجربة على مجموعتين، مجموعة أخذت بروتين قبل التمرين مباشرة ومجموعة تانية أخذت بروتين بعد التمرين مباشرة. مدة الدراسة قعدت 10 أسابيع مع تمرين المقاومة، ليه إنه مفيش فرق معنوي بين القوة أو حجم العضلات بين المجموعتين، واستنتجوا إن الموضوع مش توقيت دقيق بالدقيقة، والأهم إن البروتين يتاخد حوالين التمرين بشكل عام سواء قبل أو بعد، وإجمالي اليوم هو العامل الأساسي. كان في أبحاث كتير حوالين موضوع نيوترون تايمينج، لقيوا فيها إن العضلة بتكون حساسة للبروتين لفترة طويلة بعد التمرين، مش نص ساعة وبس، ممكن تمتد من 24 ل 48 ساعة. طالما أنت واخد بروتين كافي في يومك مش فارق قوي الوقت اللي هتاخد فيه البروتين. يعني هي ما طلعتش نافذة زي ما بيقولوا، هي أشبه ببوابة كبيرة مفتوحة لساعات طويلة. ميتا أناليسيس بريتش جورنال أوف سبورتس ميديسين دي واحدة من أقوى التحليلات، جمعوا بيانات من 49 دراسة على 1863 شخص بيمارسوا تمارين المقاومة. سألوا سؤال محدد، هل توقيت البروتين قبل أو بعد مهم ولا الأهم هو الكمية اليومية؟ والنتيجة كانت إن الكمية اليومية أهم بكتير. أفضل نتائج لزيادة الكتلة العضلية والقوة ظهرت عند الناس اللي بياخدوا من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين على كل كيلو جرام من جسمهم يوميا، بغض النظر عن التوقيت. ليبتون وفليبس في ريفيو سبورتس ميديسين كدوا ان التمرين فعلا بيزود حساسيه العضله للبروتين، لكن النافذه مش قصيره، هي واسعه جدا. طالما بتاخد بروتين قبل التمرين بساعه او اتنين او بعد التمرين بساعه او اتنين انت في الامان. طب ايه اللي فعلا مهم؟ اجمالي البروتين اليومي حاول توصل زي ما قلت لك من 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلو جرام من جسمك. هندي مثال، يعني انت لو شخص وزنك 80 كيلو فانت احتياجك في اليوم بيكون من 128 ل 176 جرام بروتين يوميا، وهكذا. تاني حاجه، حاول على قد ما تقدر توزع البروتين على مدار يوم. مفيش مشكله في ضم الوجبات لو يومك مشغول، بس توزيعها على 3 وجبات او اكتر بيسهل عمليه الهضم عندك، وكمان امتصاصه بيكون افضل. تالت حاجه، البروتين والتمرين. لو اكلت بروتين قبل التمرين بساعه او اتنين هيغطي فتره التمرين وبعدها، فبلاش حوار نص ساعه ده، وامشي على توقيت وجباتك عادي المناسبه ليك. لكن لو نسيت وما اخدتش بروتين قريب من ميعاد التمرين، في الحاله دي البروتين بعد التمرين بيكون مهم وتقدر تكمل يومك عادي برضه. خلاصه انك ما تتوترش من فكره 30 دقيقه بعد التمرين، الاسطوره دي اتكسرت. ركز على اجمالي البروتين اليومي وتوزيعه المنتظم. البروتين بعد التمرين مفيد كوجبه عمليه وسريعه، لكن مش شرط يكون من هو النافذه السحريه. لو صايم او فاضي بقالك 5 او 6 ساعات من غير بروتين، فساعتها البروتين بعد التمرين بيكون اولويه. كده اكون سهلتها عليك وريحتك من اسطوره الانابوليك ويل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات ايه خرافات تانية بتسمعها وحابب نتكلم عنها الفيديو الجاي. سلام.